المبارك. هذا الشاب يأتيني قبل 11 سنة قبلها ويخبرني بهذه القصة. يقول يا شيخ أنا كنت في أحد أحياء، مسجل يا شيخ اسمعوني لا عشان ما أذكر المنطقة. يقول كنت في أحد أحياء إحدى المدن الكبيرة أسكن في ذاك الحي. يقول هذا الشاب وكنت صاد ناد بعيد عن الله، مسكرات مخدرات هجولة روحة جية، آخر اهتمامات الدين والصلاة، والله ما التفت إلى العبادة ولا إلى الطاعة. سنوات ما أصلي، سنوات مخدرات مسكرات، ومع هذا كله فقر شديد، سيارتي دتسن 82 مصقعة من كل جهة وضربة مع الشباب روحة وجية. يقول عندنا في هذا الحي قصر، هذا صاحب القصر من أكبر أثرياء المملكة، عنده مليارات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صاحب القصر عنده فتاة جميلة عمرها 21 سنة. هذه الفتاة هوايتها استعراض في الشوارع، تركب سيارة آخر موديل وتلبس هذه اللزمة، يقول تستعرض في الشوارع. الشباب عن يمينها وعن شمالها يطالعون فيها، ما تعطي أحد وجه نهائيا. يقول صاحبنا هذا، يقول هذه بنت حينا، وكل يوم تطلع في سيارة آخر موديل، أجي جنبها بالدس المصرقعة أطالع فيها بواري هرنات، أطالع فيها البنت والله فاقد أنها تعطيني وجه، ما في أمل أصلا تعطيني وجه. يقول بس بنت حينا كل يوم على هذا الحال، كل يوم على هذا الحال، كل ما شفتها جيت جنبها أضايقها شوي وبعدين أمشي. هذه هواية هذه الفتاة وهذا حالي أنا. يقول هذا الشاب كل يوم على هذا الحال على هذا الحال. يقول يوم من الأيام رجعت البيت أنا محشش مصموخ، وأرجع للبيت في ثلث الليل الأخير. يقول دخلت غرفة إلا بي من الضيق والهم الله عز وجل به علي. يقول جلست مع نفسي جلسة مصالحة. طيب يا فلان إلى متى؟ يقول قاعد أقولها لنفسي أنا داخل غرفتي، يا فلان إلى متى؟ إلى متى مخدرات مسكرات غفلة بعد عن الله ترك صلوات؟ متى ترجع؟ متى تعيش زي فلان ولد حارتكم؟ متى تعيش زي أخوك الفلاني؟ متى تعيش زي إمام المسجد؟ متى تعيش زي الناس؟ يقول وأنا في هذا المد والجزر مع نفسي، يقول إذ بي أسمع أذان الفجر يؤذن، الله أكبر. يقول كم مرة سمعته، آخر اهتماماتي هذا الأذان، لكن جاء هذا الأذان في وقته، جاء وأنا في صراع مع نفسي. يقول قلت الآن أروح أصلي. يقول دخلت دورة المياه أكرمكم الله وتروشت ولبست ثوبي وأحسن ثيابي كله مخرم، ولبست شماغي ورحت المسجد متخفي. إلا جماعة المسجد طالعوا فيه لا إله إلا الله، فلان يدخل المسجد، معقولة أنه يخش المسجد؟ يقول أنا أطالع في نظراتهم العجيبة الغريبة فيه. أخذت الصف الأول على يمينه وجلست، سننت، أخذت القرآن أقرأ، بدأت نفسي ترتاح، بدأت نفسي تسكر، بدأت الطمأنينة تنزل علي. يقول أخذت أقرأ القرآن، يقول أجمل لحظات عمري تمر علي الآن. يقول أقامت الصلاة، أغلقت المصحف، رجعته، قمت أصلي مع ذاك الإمام، وإذا بذاك الإمام يقرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول يقرأ هذه الآيات والله إني أبكي من أول الصلاة إلى آخرها، وإني أشعر بسعادة لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. سلموا الإمام، يقول وإذ زلت في مصلاي ودموعي لا زالت تنهمر، أبكي لأني وجدت راحتي وطمأنينتي، أفكر في نفسي وأعض أصابع الندم ويني من هذه السعادة من زمان. يقول الإمام ذكي لمحني بعد ما خرج جماعة المسجد، جاء جنبي الإمام سلم علي وقال لي يا فلان الله يحييك وصلت، كم هجرت هذا المسجد يا فلان؟ اليوم وصلت، أسألك بالله ما تتركها بعد اليوم. يقول طالعت في الإمام وقلت له إلا أنت اللي أسألك بالله ما تتركني بعد اليوم، والله إني تائب إلى الله. يقول أخذ رقم الإمام وأصبح يتواصل معي. اليوم الثاني رحت أقصر ثيابي، اليوم الثاني وأنا مع الشباب في الاستراحة مطوع، والله مع الشباب في الاستراحة صاحب استقامة وهداية، ما تفوتني الصلاة وأول من يدخل المسجد لذة لا يعلمها إلا الله. يقول بعد أسبوع من استقامتي، اسمع المواقف العجيبة الغريبة، يقول بعد أسبوع من استقامتي إلا اتصال يجيني الشباب من طارق، يا فلان احنا في الاستراحة الفلانية ومستضيفين أحد المشايخ، رسم وتعال، طائرة وعشاء وجلسة مثل هذه مجلس إيمان وذكر. يقول بس ثوبي وشماغي طيب، شغلت ايش؟ الدلسن، خلاص، وشغلت الدلسن علشان فين اروح؟
عشان اروح للاستراحة للشباب مطاوع. يقول وانا خارج من حينا، يقول امر من امام هذا القصر اللي فيه من؟ اللي فيه البنت الفتنة، اللي فيه الفتنة. يقول اذا بباب القصر مفتوح، واذا بتلك الفتاة لابسة قصير وناثرة شعرها وفي كامل زينتها. يقول اناظرها وتناظرني، اطالعها وتطالعني، الا تقول لي تعال. مو انزل القزازة واخذ الرقم شهرين علاقات بعدين احدد لك موعد، لا لا. تقول تعال. اتاها ذاك الشاب في لحظة ضعف وتقول له تعال. يقول ذاك الشاب والله اني نسيت اني مطوع. هذه الفتاة اللي مدوخة نصف الشباب الحين تقول لي تعال. يا الله ما يصدق، نبضات قلبي بدأت تزيد، مرتبك. وين اوقف الدتسه؟ وين احطها وانزل هذه الفتاة؟ يقول انا مرتبك. يقول شوي تجي يدي على المسجل ويشتغل. اي والله يا اخوان. يقول تجي يدي على المسجل ويشتغل. واذ بي اسمع قول الله عز وجل: الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول سمعت هذه الآية فعلمت انها رسالة منهم. ولا فلان تبغى مطوع وثوب لحية وثوب قصير ولا تجيك مثل هذه الفتن والابتلاءات. يقول عشقت الدبسن والله اني تركت الفتاة خلفي وتحرك الايمان في قلبي ورحت للشباب المطاوعة بالاستراحة يلعبون طاير. يلعب قلت ماني بيمكم ماني بحولكم. يقول جالس والله ان الشيخ يتكلم في الاستراحة ان عندي شعور اني اسعد مخلوق على وجه الارض، سعادة طمأنينة لاني تركتها لله. قذف الله في قلبي سعادة وثبات عجيب. اخوان ما انتهت القصة من هنا، بدأت القصة. يقول هذا الشاب انا رحت في حال سبيلي، لكن الفتاة في قصرها مقهورة طفشانة. هذا اللي ما يسوى ريالين وشدسن مصدعة ما تسوى، والله العظيم يا اخوان ما تسوى لها 2000 ريال. واناديه اقول له تعال يطنشني ويروح. قرص وجه. اكيد ما يحتاج قوة ايمان، قوة ايمان. يقول هذا الشاب البنت اخذت تاكل وتشرب معاه. اكيد انه سمع عني اخبار ما هي زين، اكيد انه شاف فيه شيء ما هو زين. بدأت تبحث عن هذا الشاب، تريد ان تعرف سبب انه طنشها وراح. وكيد النساء ايش يا اخوان؟ بسيط؟ لا والله يا عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على امتي بعدي اشر من فتنة النساء، اشر من فتنة النساء، كيدهن عظيم. احبة الكرام، والله عز وجل يقول عن الشيطان: ان كيد الشيطان كان ضعيفا، المرأة اشد كيدا ومكرا من الشيطان. احبة الكرام، هذه الفتاة بدأت تبحث عن رقم ذاك الشاب حتى وصلت له. تكلم: الو فلان، انا فلانة. يقفل وجهها وياخذ الشريحة يكسرها وغير رقم ثاني. يبغى يفر بإيمانه وثباته. ربته هذه الآية. تحاول مرة مرتين 14 ما في فائدة. تدرون ايش سوت هذه الفتاة؟ ذهبت إلى شقيقتها وكونت معها علاقة مع أخت ذاك الشاب حتى قويت العلاقة وأصبحت هذه العلاقة متينة قوية. بعد ما أصبحت هذه العلاقة متينة بدأت تستشفع بتلك الفتاة. تكفين واللي يرحم والدك. عندي سؤال محيرني من أشهر، أبي يكلمني دقيقة واحدة. تكفين أنا حائرة وأتعذب أشد العذاب، واللي يرحم والديك يدق علي ولا أدق عليه. دقيقة واحدة، ثانية واحدة. ذهبت الأخت عند أخوها: يا فلان حرام عليك، البنت قاعدة تحترق من أشهر، كلمها. رفض الشاب، قالت كلمها اتق الله فيها لعل هدايتها تكون على يديك. يقول هذا الشاب: لما قالت أختي هذه الكلمات قلت خلاص خليها تدق، والله أني قوي بالله. تدق علي في الساعة الفلانية. لما كلمت البنت أخته تلك الفتاة انجنت فرح، تنتظر ذاك الوقت. جاء ذاك الوقت، أخذت جوالها، رنت على ذاك الشاب: ألو فلان، والله ما أبغى أكون معك علاقات ولا قدمت عندي ولا أخرت، لكن عندي سؤال محيرني من أشهر وأسألك بالله تجاوب عليه بكل صدق وصراحة. قال لها: ما طلبت شيء، أبشري تفضلي. قالت: أنا لما ناديتك في لحظة ضعف وانكسار عندي، وأنا تعرف من هوايتي فقط استعراض في الشوارع، والله ما أخذ من أحد رقم ولا عندي علاقات محرمة، لكنك أتيتني في لحظة انكسار وأقول لك تعال مارس معي ما تريد، تركتني ورحت. أكيد سمعت عني أخبار ما هي حلوة، أكيد شفت فيها منظر ما هو زين. إذا بذاك الشاب ينظر لها وقال: تريدين أن تعرفين السبب؟ قالت: يا ليت. قال: والله ما أقول لك إلا الحقيقة، عندما رأيتك والله أني انهزمت بشهوتي ونسيت أني مطوع صاحب لحية وثوب قصير.
نسيت اني بروح الاستراحة ومطاوع، انهزمت لهذه الشهوة، لكن مع ارتباك يشتغل مسجل، فسمعت قول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول: فزادتني هذه الآية إيمان إلى إيماني وثبات إلى ثباتي. يقول ذاك الشاب: أنا أرتل هذه الآية على تلك الفتاة، إذ بتلك الفتاة خلف السماعة تبكي بكاء الأطفال، تبكي بكاء مريض، ثم تقول لذاك الشاب: أشهد الله ثم أشهدك أني تائبة إلى الله. أقلعت تلك الفتاة عن الذنوب والمعاصي، حسنت توبة تلك الفتاة، انضمت إلى دار نسائية في داخل حارتهم، بل والله الأعجب من ذلك أصبحت هي مدير تلك الدار، هي التي تصرف على تلك الدار، هي التي تبذل من مالها ومن خير الله الذي أعطاها على خدمة دين الله عز وجل. بعد أشهر 8 أشهر في استقامتها تتصل على ذاك الشاب: يا فلان يا فلان، أنا عرفت السعادة والنور على يديك، أنا عرفت السعادة والنور على يديك يا فلان، والله ما أتزوج إلا أنت، أريد أن تتقدم لي زوجا على ما يرضي الله عز وجل. إذا ذاك الشاب يقول لها: والله زيارة جدي مصقعة وما في وظيفة ولا راشد ولا شقة، والله أنت تطلبين المستحيل، والله ما أستطيع على الزواج. إذ بتلك المؤمنة التقية النقية تقول: الدنيا عندي والآخرة بإذن الله عندك، والله ما أتزوج إلا أنت. أقنعته، اقتنع ذاك الشاب، أقنع أبوه، ذهب هو والأب ليخطبون تلك الفتاة بعد أن رسموا مشوار طويل عريض ومراسيل للأم حتى وافقت الأسرة على أن يتم التوافق. يقول: دخلت أنا وأبوي مع باب ذاك القصر، اسمعوا العجيب يا إخوان، يقول: وأنا أسير في مع باب القصر، يقول: إذ بدموعي تنزل أبكي. يقول: طالع في أبوي، يقول لي: ليش تبكي؟ اليوم يوم فرح، اليوم تخرج بزوجة على ما يرضي الله، ليش تبكي؟ قال: يا أبوي، هذه القدمين يوم من الأيام كانت تتحملني إلى هذا القصر لأعصي الله، وها أنا اليوم يا أبوي أدخل بهذه القدمين من أجل أن أخرج بزوجة على ما يرضي الله. ما الذي تغير؟ الذي تغير الإيمان والتقوى والتوبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تزوج بتلك الفتاة، أصبح عنده سيارة كشخة آخر موديل، أصبح عنده شقة، أصبح ذاك الشاب خادما لدين الله، وتلك الفتاة همها رضا الله. الآن عندهم أبناء وبنات، والله لا زالوا ثابتين على دين الله، أسأل الله يثبتهم وأن يرزقهم الإخلاص في القول وفي العمل. شفت التوبة وش تعطي؟ شفت يا محروم التوبة وش تعطي؟ تعطيك هذه في